السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا في راحة بال وسعادة ودايما كده يا رب زايدين مش ناقصين بإذن الله. فيديو النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض، هنسلق كده السمنة الدهنة ونعمل منها سمنة حلوة جدا. السمنة دي يا جماعة لأصحاب كده الأكيلة، أصحاب المزاج في الأكل كده، اللي بيحبوا الأكل الدسم، الأكل الشرقي بتاعنا بتاع زمان. زمان كانوا عايشين على السمنة دي يا جماعة، وكان بيعملوا أكل منها جميل جدا. أتمنى فيديو النهاردة يعجبكم بإذن الله. بداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على حبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل مع بعض من الدهن يا جماعة سمنة صحية جدا جدا، أحسن من السمنة اللي انتوا بتشتروها من برا، اللي دايما كده فيها مواد مهدرجة. لكن احنا هنعملها من الطبيعة، من الدهنة اللي بنجيبها كده من البهايم، من اللحمة بتاعتها. بنجيب الدهنة كده ونسليها وتطلع أحلى سمنة تعملي بيها أكلات حلوة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده، أنا يا جماعة من كل ما بجيب لحمة كده بشيل من الدهنة اللي بتاجي مع اللحمة، أشيل نصها كده، بخلي نصها كده للشوربة عشان بنطبخ عليها الطبيخ بتاعنا، فبخلي نصها كده في اللحمة، والباقي كده بغسله كده وحطه في كيس كده واشيله في الفريزر عندي. حوشت كده حوالي 2 كيلو من الدهنة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. فكيتها كده بقالي نص ساعة كده مفكاها. فدلوقتي بقى هطلعها من الكياس بتاعتها. انا بقى كذا كيس حاطه فيه كده، زي ما بقول لك كل ما يشتري كيلو لحمة 2 كيلو لحمة كده بيديني الجزار كده فيهم دهنة، بخلي نصها للشوربة ونصها بشيلها في الفريزر. يعني مش ضروري انك تروحي تشتري من الجزار دهنة مخصوصة عشان تعملي سمنة. لو ما عندكش الدهنة عندك في الفريزر، لا، روحي الجزار واشتري منه واعمليها سمنة في البيت. انما كل ما تشتري لحمة كده شيلي منها شوية دهنة كده، هتاجي تجمعي في الآخر حتة حلوة جدا وتعملي كمية حلوة من السمنة. زي ما انتم شايفين كده أنا طلعتهم من الأكياس وغسلتهم، رغم إننا لما بحطهم في الفريزر قبل ما أفرزهم بغسلهم كويس جدا، فلازم لما أطلعهم من الفريزر برضو أغسلهم. غسلتهم زي ما انتم شايفين كده. حطيت الطاسة بتاعتي على النار وحطيت بقى الدهنة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، واللية حطيتها في الطاسة على النار. هحط بقى كل الكمية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. الطاسة بتاعتي سخنة. اول يا جماعة ما بتحطوا كده اللي هي في الطاسة هي وسخنة، على طول السمنة كده بتنزل منيها، تبتدي بقى تسيح بقى مع نفسها وتسلي مع نفسها. احنا بنقول عليها بنسلي الدهنة واللية زي ما انتم شايفين كده. تهدي بقى النار بقى، توطيها خالص عليها، ومن وقت للتاني تفضلي تقلبي فيها. ما بتكملش نص ساعة تلاقيها كل السمنة اللي جواها والعصارة اللي جواها طلعت منيها بقى وصفت كده وعملت لك سمنة حلوة جدا جدا. شايفين بقى ما كملش 3 دقايق على النار يا جماعة، وابتدت بقى تنزل كل السمنة اللي جواها. سيبيها بقى على نار هادية كده تلت ساعة نص ساعة تلاقيها كل العصارة اللي جواها نزلتها زي ما انتم شايفين كده. وقطع اللي هي بتكون كده كشت كده وتكون صغرت، حجمها صغر وابتدت تنشف. طب عدت عليها ربع ساعة تلت ساعة كده ونزلت العصارة اللي جواها ولونها بقى ذهبي. طب ازاي اختبرها اشوفها اذا كان خلصت العصارة اللي جواها ولا لا؟ بالمعلقة زي ما انتم شايفين كده تجيبي قطعة ليا وتحاولي تقسميها نصين. لو اتقسمت معاكي بكل سهولة يبقى كده لسه موجودة العصارة جواها، وتسيبيها بقى على نار هادية لحد ما تخلص كل العصارة اللي جواها وتنشف. لو مسكتيها كده بالمعلقة وحاولت تكسريها ولقيتيها ناشفة يبقى كده يا جماعة خلصت كل العصارة، واللي هي جاهزة معانا والسمنة جاهزة، وتطفي عليها البوتاجاز على طول. انا اختبرتها لقيتها بتتقسم معايا زي ما انتم شايفين كده قبل شويه،
فسبتها حوالي 5 دقايق تاني زي ما انتم شايفين كده. بختبرها تاني، خلاص يا جماعة ناشفة كده تحت المعلقة بتاعتي ومش راضية تتكسر وناشفة، وانا حاسة انها جمدت ونشفت. يبقى خلاص كده اللي هي جاهزة معايا، السمنة جاهزة معايا. نطفي بقى البوتاجاز عليها وما نقربش عليها لمدة ساعة، نسيبها بقى يا جماعة تبرد براحتها على أقل من راحتها. لو حاولت تمسكيها أو أولادك كده تحاولي تخليها بعيد خالص من أولادك يا جماعة. أي طرطشة منها، أي نقطة منها بتأذي جدا جدا جدا. فانا دلوقتي خلاص هي جهزت معايا، هطفي البوتاجاز بقى واسيبها بقى تبرد براحتها بقى نص ساعة ساعة كده. اخلص مصالح البيت كده وارجع لها كده، واحضر بقى العلبة اللي انا هحفظها فيها في التلاجة، تقعد بقى بالشهور معاكي، تطلع حلوة جدا من غير ما تعمل اي ريحة ولا اي حاجة. اهم حاجة خليها في التلاجة عندك. اما القطعة اللي انتوا شايفينها دي اللي نشفت في السمنة، اوعي ترميها، دي جميلة جدا جدا. اصحاب الاكيلة عارفين انا بقول ايه، اللي متعودين كده ياكلوا ويسيحوا كده ليا وياكلوها، فعارفين طعمها وعارفين ريحتها وطعمها الحلو جدا جدا. زمان كده كان ليا جدة يا جماعة، خالة امي، كنا دايما انا صغيرة بروح عنديهم، بتاخدني امي بروح عنديهم زيارات، فبلاقيها كده بعد ما يعملوا كده اللحمة فبتقول لهم اسلوا لي الدهنة. فبعد ما يسلوها كده ويجيبوها لها بتوابل كده وتاكلها بالعيش، كانت بتقول لي تعالي كلي معايا. فانا ما برضاش اكل خالص ولا حتى ريحتها، انا وصغيرة ما بحبش ريحتها ولا اني اكلها. فبتقول لي دي طعمها حلو جدا، دي مفيدة للجسم، رغم ان هي كانت فوق ال80 سنة. ويعني انا لما ماتت كانت ماتت كبيرة، انا كبيرة كنت متجوزة ومخلفة. فكنت دايما اقول جدتي دي انا دايما بلاقيها كبيرة كده قاعدة على السرير كده كبيرة، سنها كبيرة، عمري ما ريتها صغيرة. فيا جماعة الناس الكبيرة دي محافظين على صحتهم بالاكل الدسم ده بتاع زمان، الاكل الصحي، الاكل الجميل اللي تربوا عليه. اللي امي دلوقتي لحد دلوقتي تقول لي انا عايشة على اكل زمان، مش عايشة على اكل دلوقتي اللي كله مواد كيماوية ومواد يعني مضرة للجسم. فلا، اكل زمان يا جماعة وريح الزمان كده والحاجات كده الطبيعية اللي بياكلوها هم ديل اللي خلت صحتهم حلوة جدا وعمرهم ما بيشتكوا من اي حاجة. اخر حاجة بيشتكوا منها هي السكر بس، سكر او ضغط، غير كده ده امراض مزمنة معانا متعايشين بيها. انما دلوقتي بنسمع عن امراض كتيرة جدا، على الوفيات اللي بتجي فجأة كده، عن السكتات القلبية. فكله ده من الاكل اللي بناكله، من الحاجات اللي بناكلها السريعة، الاكلات كده اللي بتدخل كده فيها كيماويات، بتدخل فيها مواد مهدرجة. فلا، هم من الاكل الطبيعي، الاكل زمان كده ما يتعوضش وحلو جدا للصحة. دي السمنة اللي عملتها النهاردة، عايزة اقول لك معلقة كده على المحشيات تعمليها او اي طبيخ بتعمليه، فبودي الطبيخ كده والمحشي في حتة تانية خالص. حتى لو مش عاملاه على لحمة يا جماعة، كأنك عاملاه على لحمة ضاني، تطلع طعمه حلو جدا جدا. وارجع واقول برضو ما تكتروش في الاكل الدسم، الحاجات برضو اللي احنا بناكلها الخضار وكله في حاجات كده دخلت جواها، فمش زي زمان. فعشان كده برضو الاكل الدسم ما نكترش منه، ورغم انه مفيد بس برضو بكميات محددة. زي ما انتم شايفين كده اللي هي طعمها حلو جدا وما ترموهاش، دي طعمها حلو جدا واكلوها لاولادكم، مفيدة جدا جدا. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، واشوفكم بقى في فيديو قادم باذن الله، واشوفكم على خير ودايما كده في صحة ودايما في سعادة وراحة بال. اهم حاجة يا جماعة في راحة البال. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.